السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنشكركم عامة بدون استثناء، كنتمنى لكم المراتب العليا والنجاح الدائم في حياتكم العائلية والمهنية. الباقيس والباقيسات، اليوم غنهضر على واحد الشمالي من تطوان، شمالي عامة، ولكن من ساكنة الحمامة البيضاء خاصة. هاد السجين غيجيبوه لسلا، كانت عنده 10 سنوات، وغيجيبوه تزامنا مع واحد الحادثة اللي كانت وقعت بسجن سلا، اللي خلقات ضجة كبيرة، خلقات بلبالة للرأي العام. واش هذا حبس ولا بيرو عراب؟ هاد الحدث اللي كان وقع، قلت لكم بأن كان موسى الناظوري كان الريفي، وهذاك الناظوري كان قابض سجن سلا بالبزنس. غيدخل سجين ولد المدينة، ولد المدينة العتيقة، اللي الاسم ديالو كينبع من واحد المنبع ديال البزنس، عالم الإجرام والجريمة، ولكن في تجارة المخدرات. وكان قال لي هاد الشي دابا نتايا هاد البلبالة وهاد الصداع هذا شحال كتدخل في النار. كمثال غيقول لي واحد لاصوم، يقول لي انا نعطيها لك ورجع اللور. هانيه؟ قال ليه الاخر هانيه. اذا كان واحد التحدي بالتراضي، لان تا موسى كاين والسجناء الرجال تيعرفوا مع بعضياتهم. الرجال تتعرف الرجال، والخيل كتعرف ركابها، هكا هو. ولكن هاد ولد المدينه، هاد السجين هذا، وتحياتي لك وتنشكرك على الكلمه اللي قلتي في حقي، تنشكرك بزاف وشرف ليا. ما عليناش. هاد السجين ولد المدينه ملي غيقبض تيران كما كنقولوا، غيولي خدام، غتكون عنده واحد المفاهمه مع واحد دو غالون اللي غيساعدو ويقاد ليه الطريق باش يبقى يفسد داخل السجن مع سجينه. هذيك السجينه كتعطي 400 درهم. دابا انا جايب لكم من فمو، وهو كيعطي 400 درهم. فين كيلاقيوهم؟ عطا الله فين كيلاقيوهم. كانت واحد السيلونات اللي كانوا قدام المدير اللي خارجين من حيها، هما في داخل حيها، ولكن عندهم باب اللي تيخرجهم عند ديال واحد الكروه اللي كيخرجهم. راه المدير، راه حي النساء، وراه الطبيب حدا المدير، وراه هي الباب الكحله. اوكي. كان تيعطي 400 وهي كتعطي 400. في يوم من الايام غادي يحصل وغادي تعطى 10000 درهم وغتفارى. ولكن كاينين سجناء اللي كيخرجوا عند والديهم وتيقولوا لهم هاد الهضره هادي راه من هذا لهذا لهذا لهذا، راه ما كتعرفش شكون الناس اللي غادي يسمعوها. سمعها الرأي العام، اللي هو السلطه الرابعه اللي هي الصحافه، وغيديروا لهم بالباله، غتنوض بالباله وغتخلق ضجه للرأي العام. كيفاش هذا سجين تيدير كدا ما كدا في داخل هذا ما بقاش حبس كدا ما كدا. هاد الشمالي اللي غنهضر عليه دابا جا في هاد البلباله. المدير قريب يرحل، جا في واحد الوقت ديال المدير غيتشونجا، صيفطوه لحي الف. هاد الشمالي، هاد التطواني، جايبينه على تجاره في الحشيش، ماشي البيضه، ماشي كوكايين، ماشي عنده خبره اللي اكتسبها، تجربه في تجاره الحشيش. غيدخل غيصيفطوه لحي الف وغيبقى طن. وهاد الشيء هذا اللي كنعاودو يسولوا عليه الناس. غيتفاهم مع المدير، المدير بحكم انه عرف راسو يغير، غيرحلوه من داك السجن، غيتفاهم معاه. الشيكات كانوا كيمشيو ليه بار سومين، اللي هو واحد المبلغ ديال 15000 درهم، 20000 درهم، 10000 درهم كل اسبوع. اذا السلعه غتولي كتجي. كيفاش كتجي هاد السلعه؟ كتجيبها ليه الزوجه ديالو. الزوجه ديالو الا شتيها تحشم كاع، تقول شي كلمه ساقطه قدامها، فما بالك تجرأ وتقلبها. اذا ما كانتش كتقلب
وكانت عندها واحد الهيبه حتى هي كتدخل داكشي مصمطه به، كتدخلو مصمطه به. مره كيكون في الزياره، وملي كتبدا الزياره وهو كيزور، ولكن بعض المرات ما كيزورش تما. فين كيزور؟ تيزور في الزياره اللي كانت هي من الكوماندار، اللي كان عندها باب في الساحه، وكان عندها باب تيشوف في المدير وكيشوف في حي النساء، وراه معروفه ديال الشبيك. هذيك بقات مهجوره، ما مستعملينها لوالو، مسدوده كدا. بعض المرات كيديوها لتما. كاينه مصادر كتقول بانه كان كيمارس الجنس مع الزوجه ديالو، و او ميم طون جاي الحشيش. مع الدوام، مع الدوام غيولي هو اللي مسيطر على السجن، بحكم الحشيش اللي كيجيب من نوعيه ممتازه، لدرجه انه غادي تقطع على بويا عمر وعلى اسامي كبار اللي غيوليو حتى هما كياخدو عنده. وإلا قلت لكم راه كنقول لكم حقيقه. البدرات، الحاج طلعه اللي هو جمال طلعه، حافظ ودمونتيف وراع اللي كان قابض حيبه، راه كلشي تيعرف خونا حافظ. درات طلعه وراع حافظ، هادو ربعه حتى هما غادي يبقاو ياخدو عنده السلعه يخدموا بها، لانها سلعه نقيه ومن نوعيه ممتازه، وكما كنقولوا من اراضي كتاميه. اذا غيولي مسيطر على السجن بالرجوله وبالتعامل مع ولاد باب الله. هاد الشمالي ملي كان تيوصل راس الشهر، الموظف اللي معاه في الحي حدث ولا حرج، الورقه ديال الموظف كتخلص، درجه انه ولاو موظفين اخرين حتى هما كيلتجئوا ليه. وفي الدخله ديال المدرسه نهضروا، والله العلي العظيم تنهضروا الموظفين اللي هما السجانين، لانهم كانوا كيقبطوا واحد الصالير ما غيدير والو، رغم في ديك الوقت وفي ديك الوقت وما غيدير والو. واش دو قالوا ما تيفوتش كدا 40,000 ريال؟ كيشوف سجين لابس السبرديله دايره 60,000 ريال، توني داير 3000 درهم. المعيشه ديالو، المستوى الاقتصادي ديالو مهزوز، تيشوف راسو هو مدمر. لابد من عشرة قوما 40 يوما صار منهم، حتى هو كيولي ياخذ. اذا هاد الشمال هادي واحد الساعه غيوليو د الاحياء ولا ديال القريف ولا ديال الشؤون الاجتماعيه حتى هما كيجيوه بالوراق ديال الضوء، دخلت المدرسه شي عيد كذا ما كيرد حتى شي واحد، لان كان تيتوفر على واحد نسبه ذكاء اللي هي قويه شي شويه، كيخدم بعقلو اكثر ما كيخدم بالجسد ديالو، وكان تيتعامل مع كل شيء مزيان وغادي بخير. غادي باش يهبطوا عندك اساطير ياخذوا السلعه راه ما ساهلاش. في يوم من الايام غتجمعني القعده معاه، وتحياتي لخاي مصطفى كريكيزا والحاج خاي الهو حماد كاع الخوت اللي غيعرض عليه الحاج، بحكم غيكون واحد الماتش، لان تا هو دار فرقه، شرا الكيت ماتش، شرا السبرديلات، بالونات، غتكون عنده فرقه في حي الف، وغتكون لعبه مع حي جيم، ولكن غيكون داك الطرن وغادي يجي يتغدى وهادي وهادي باش ملي تيتحل الباب عاد الماتش. اذا انا هنا فين جمعتني معاه الاقدار، وجلست معاه مباشره، واحد السيد غليظ، واحد الموستاج وثقيل ما عندوش مع التدخين. اذا هاد الشمالي ولا حاكم السجن ماشي بالصحه، ماشي بضرب هذا، لا، حاكمو بالسلوع وبالخدمه. وانا دائما كنقولها لكم ودائما ديروه في بالكم، راه كاين اللي مسكين مونغوليان تيمشي بالعكاز، ولكن عوينه عوينه كيجيه الحشيش كيجيه الممنوعات، يتحترم من طرف
الناس الأذكياء. أما الأغبياء والجبناء هادا يقرناش غاد هذا خصك تكسبو. إذا كاينة طريقة خاصة في كسب بحال هاد الناس هادو. إذا كاع اللي كيجي الحشيش وعوينة وكيدخلو الحشيش وممنوعات، الله يجعلو يكون ما عنده يدين ما عنده رجلين وغتسمع سيدي حبيبي مولاي، باش يفهم الإنسان. علاش؟ لأنه كيجيه الذهب داخل السجن، الممنوعات كلشي كيستعملها داخل السجن. إذا بهاد التعامل ديالو غادي مزيان. الشارجان وما شارجان ما والو، الشارجان ديال حي أليف خدام معاه، لي زواقس الكرافة خدامين معاه لدرجة أنهم غيخدمو معاه موظفين تيقبطو بالليل. وشفنا هادشي هذا اللي إلا حصل فشي واحد، لأن بالليل الخدمة ديال اللي كيعيط للمحكمة اللي كان يخدمها تيزاولها نورمالمون موظف، ولكن من بعد الحبس ولا محلول خدمة الموظف ولا كيديرها السجين. وماشي أي سجين، سجين اللي تيكون كاين. ماشي غتجيب لي 4000 ريال أنايا في الآخر ديال السيرفيس ملي يكون غادي تجيب لي 4000. لا لا، إلا ما جبتيش 3000 و 4000 درهم يريحها ولدي. إذا انت هذاك اللي كيخرج يدير ديك الخدمة تيخصو يكون تا هو كاين وواعي وذكي، ولا جات فيه ما خصوش يذكر الموظف. والموظف تيعرف هذاك السجين واخا تجي فيه ويتقبض قطي ما غيتيريش فيا. اذا تيخرجوا الرجال اوكي، تيجيبوها بالليل موظف. ملي كيمشيو للقرا هادي وهادي بالليل، ملي شي واحد تيقول لها انت راه بغيت واحد الصخيره تديها كمثال للحاج كدا هادي، تيقول لي صافي هاني وتتبل الدف دف. الصخيره حتى من حي الف تيخرج فت نيشان البويا عمر حيجي يمشي يدخل تيدخل الصخيره. إذا ولا كلشي تيخدمو لأن المال والبنون زينة الحياة والباقيات الصالحات. إذا هاد السجين الشمالي غادي زوين، ولكن راه ما عمرو دار شي حركة اللي خلات اللي تارت انتباه السجناء والموظفين. المدير تيقبط وعارفين تيقبط وكذا. مرة كيما قلت لكم كتزور معاه المرأة، منين طرا ديك الحادثة اللي وقعت ضجة بحكم أن الصحافة خرجتها على برا الفساد الدعارة داخل السجون كذا، وهادي ما كانش شي دليل قاطع داكشي بالصوار وهادي بحال اللي دار الحاج داكشي ديال الطابلة والحشاء. ولكن ولات واحد المراقبة خفيفة. في يوم من الأيام غادي يجي واحد مسؤول، ولكن في الوقت اللي جا وكدا وكدا غيبان ليه واحد المنظر نتاع كيفاش هداك السجين بان ليه منظر ماشي هو هداك. كيفاش هاد السجين مع دن 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 دن. مني غيمشي غادي يصيفطوا الناس ديالهم اللي غادي يقلقلوا ويعرفوا غيعرفوا بان هاد السجين شمالي وبان المدير تيقبض الفلوس وبان هو اللي قابض الحبس وكدا وهادي. اذا الأخبار ديالو شاعت تعرفات. فواحد الليل غيعطي ماشي الموظف، موظف اللي غيكون كلف سجين باش يخرج بالليل باش يعيط على صحاب المحكمة ويعلم مالين لاكلاس اللي غيخرجوا غدا، حيت هكا كان الحبس. تيجي بالليل فلان في بوبكر فلاني وي غدا خير لاكلاس الصباح وجد راسك بوبكر مزال وي راه غدا المحكمة اوكي. هذا غيكون مطلع 5 كيلو وغيقبطوه غيقبطوه موظفين اللي كما كنقولوا بغاو يلعبوا على ويطلعوا على الموجة ويبانوا على هاد الشمالي، وتكون واحد النقطة إضافية في السيفي ديالهم. كاين الغدارة واخا تعطيه تيهضر، كاين اللي كتعطيه رزقك كيبرق بك ويصيفطك للحبس فما بالك. إذا نتا هو بحال اللي جاتهم ديك الفرصة، هما واحد 4 ديال الموظفين دو كالون سابي جينيرال ويقبطوا صاحبنا وكدا وغيبغيو يلعبوها على الشمالي. أما كاين أما كاين وكدا وهادي. الشمالي غيتحداهم يقول لهم ماشي ديالي. الآخر تيشوف فيه ديال تيقول لي راه ديال وديالك تنمدن.
الشمالي تحداهم، هُما تا هُم تحداهم غيمشيو يقيدوا المسائل ديالهم وكذا وهادي وهادي بأنه حصلات كمية، ها شحال العدد ديالها وها شنو وها شنو وها شنو منها والحشيش وكذا وهادي وهادي وهادي، شنو هي 5 كيلو. صحابنا والحاج غيرونوها، لأن تيحبوه، لأن كيتعاملوا معاه، وعرفتي شكون جبت ليكم راه تبارك الله، هادو الناس اللي حجرات، هادو تا هُما ما كيدابزوش مع السجناء ولا كذا. إذا غتنوض واحد البلابيل هادي لا غدت ليه كدا ما كدا، واحد الساعة داك الشمالي غيهز واحد البارطية، واحد المضا كيما كنقولوا بوقنب بوضلعة، طويول شوية المضا ديالو راه غادي ل12 تبارك الله، غادي يهزو يديروه هنا وغيكونوا هُما، حيت هو تيخرج بالليل وبالنهار، حتى صحاب الليل ما كيسدوش عليه ولكن كيبقى في الحي، صحاب الليل وكذا، ولا خرج تيخرج للساحة، يجلس مع سربي الجينيرال بحال اللي كانوا قبل منّو واللي جاو من موراه، غيخرج حتى هو كأنه كيدور وغيتيس على موظف، غيتيس على واحد غتجي فيه غيضرب واحد ما لا ما ضربو لا لوجهو على ما حال يضربو، غيضربو غينزل عليه غيدورو به وغيتسيفوا عليه ويقتلوه عصا، شنو دار؟ داوه الكاشو، وكلشي تيحبّو لا سجين ولا لا بليبار د الموظفين، داوه الكاشو، المدير تغيّر جا مدير آخر، غيضرب النهار الأول، النهار التاني، النهار التالت، السجناء شي تيقول لشي شنو يدير، معروفة هادي، هو تا هو تيعرف شنو تيدير، تا هو ماشي شي واحد اللي كدا، غيشعل العافية في الكاشو، وغيجيو المسؤولين وبغاو يحلّوا عليه والو. وأساطير اللي هدرت ليكم عليهم، الناس راه كاينين اللي بزنسة كبروا في أحياء شعبية، ولكن راه عندهم المحامي هاد الشي تعلموه من الأساطير الكبار لي بارون ديال المخدرات بالخصوص الشماليين، تا هُما عندهم المحامي كيتصلوا به، راه أما كاين في الحبسة أما كاين المحامي كيمشي يبلّغ الرسالة لوكيل الملك، جا وكيل الملك، مالك ما مالك، علاش شعلتي العافية وراك حصلتي وكدا وكدا، هاديك الشي ماشي ديالي. وهذا راه قالب داروه ليا هُما والمدير بحكم أنه كنت كنتعامل معاهم، وها شنو كنعطيهم، وها شنو كندير معاهم، ولكن تا أنايا مع الحبس وكدا والقضية أنا راه ما كندير والو، وما عنديش شي حاجة اللي هي يلاه باش ندوّز هاد ال10 سنين ديالي، رجعت للور، منين رجعت للور هاذاك واقيلا تفاهموا معاه ولا الله أعلم، وقالوا ليه قول ديال فلان، واش لقاوها عندي في بلاصتي؟ بقاش يدير فيهم الوكيل لقاوها إلا لقاوها عندي في بلاصتي مرحبا، مع هو عنده واحد السمعة، قلت لك الموظ دخلت المدرسة ما خلا ما دار، عنده سمعة طيبة، الوكيل الطن تيسمع لا الله يعمر هدر، لا راه هادي، لا راه هادي، وشنو طرن، دابا اللي بغيتو، واش كدا، هذا راه هدرتو راه خرجوه من الكاشو وغيضرب أسبوع. أحسن كار أول كار غيتهز فيه ترونسفير، وكانت هادي هي قصة الشمالي. هنا اللي تنبغي دائما نوصل لكم، راه ما كاينش رباطي فاسي مكناسي أكاديري مسفيوي صويري، من أنت، تعاملك وأفعالك والسلوكيات ديالك اللي كتكون فيك منطبقة فيك هي اللي تحرر لك بلاصتك، ها هما عناصر أباطرة، ولكن بحكم أنه خدام هو وقبض السوق لأنها الغلية اللي عندو، تا هما غيوليو كياخدو من عندو، وهاد الشي حنا راه ما تنجيوش ونقولوه. الله يخطيكم أخوتي، ودائما انتظرونا إن شاء الله نهار الثلاث في المباشر قصة مطولة متاع واحد المافيوزي. ثانك يو تانكيشن، شكرا شكرية بالهندية. ويلكم فيلكم بيانفينيتو بيانفينيدوس ني هاو بالشينوية لجميع الناس الجداد. الله يخطيكم، هكا هو قولي با.